ومصرنا الحبيبة بخير وبصحة وبسلام وبأمان. النهاردة بنحتفل ذكرتين. الذكرى الأولى ثورة 25 يناير، والذكرى الثانية عيد الشرطة. كل سنة وكل جندي وكل عسكري وكل واحد بيشتغل في جهاز الداخلية بخير وبصحة جيدة، وكل واحد من اللي اشتركوا في ثورة 25 يناير بخير وبصحة جيدة. والله ارحم شهدائنا جميعا، اللهم ارحم شهدائنا رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناتك يا كريم السماوات والأرض، واكتبهم في عبادك الصالحين. اللهم اجعل شهداءنا من أسعد السعداء في قبورهم. اللهم اجعل شهداءنا من أسعد السعداء في قبورهم. اللهم ارزقهم الفسحة والضياء، وآنسهم بالقرب إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم في نور دائم لا ينقطع، واجعلهم في جنتك آمنين مطمئنين. اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء والأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا يتغمد كل شهدائنا الكرام وواسع رحمته. أستاذ فؤاد البيار منور يا باشا، ربنا يبارك فيكم. كل اللي بيشاهدونا أنا بمسي عليهم، الأستاذ السيد عنان، كل الناس اللي بتشاهدنا، يا نورك يا غالي، ربنا يبارك فيك يا أستاذ السيد. كلهم لهم مني خالص التحية، وبعيد تاني كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وبصحة جيدة. خلينا بس نتفق على شيء، لولا ثورة 25 يناير ما انكشفت الأقنعة. مر الآن 10 سنوات على تلك الثورة الرائعة البيضاء التي تغنى بها كل رؤساء العالم، وكل شعوب العالم تغنت بهذه الثورة. كل من يهين تلك الثورة فهو آثم قلبه. هذه الثورة هي من كشفت الأقنعة، هي من كشفت الإخوان المسلمين، خلتهم يمسكوا الحكم وكشفهم قدام الشعب المصري كله. ولولاها من كشف هؤلاء ومن كشفوا وظلوا يعيشون في دور الضحية. ولكن عام واحد انكشفت الأقنعة عن الكل، المصلحجية، المطبلاتية، كل شيء. الثورة البيضاء الناصعة هي ثورة 25 يناير. 10 سنوات مرت، استشهد فيها كثيرون، واستشهد من شارك فيها، ومنهم من هو موجود على الحياة الآن. ربنا سبحانه وتعالى. أستاذ أحمد بلال، ربنا يبارك فيك، ربنا يعزك يا رب، ربنا يوفقنا جميعا يا رب. الشيخ أيمن الشاعر، ربنا يبارك فيك. أنا بهني كل الناس اللي بتشاهدنا. أستاذ وائل، أنت اللي منور يا غالي، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في كل الناس اللي بتشاهدنا، لهم مني خالص التحية. لولا ثورة 25 يناير ما انكشفت الأقنعة، أعيد وأكرر وأزيد، لولاها ما انكشفت الأقنعة. وعلينا أن نضرب تعظيم سلام. وانتم شفتم منذ 10 سنوات في تلك اللحظات، ارجع بالذاكرة كده، في ناس اشتركت في هذه الثورة وما خدوش حقهم، وفي ناس استشهدوا وما خدوش حقهم. هل تعلم أن هذه الثورة التي تغنى بها كل شعوب العالم وكل رؤساء العالم في نزاهتها وبياضتها، أيادي بيضاء ناصعة امتدت طبعا بفضل الشباب الذين شاركوا فيها، هم من رووا شجرة الحرية بدمائهم. ألف رحمة ونور على كل شاب استشهد في هذه الثورة المباركة. أي واحد يتكلم ويقول دي ما كانتش ثورة، دي مش عارف إيه، ده كان شوية عيال، الكلام الفاضي ده
العيال اللي انتوا بتتكلموا عليهم دول كانوا في الثانويه، في اولى وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، الان تخرجوا وفتحوا بيوت، ومنهم من هاجر وراء اكل عيشه، وما زالت عالقه في ذهنه ويفتخر انه اشترك في هذه الثوره. هذه الثوره هي التي اثبتت ان الشعب المصري متكاتف. انظروا الى المسيحي وهو يحرس المسلم اثناء الصلاه، انظروا كيف كانت تلك الثورة 18 يوم، 18 يوم بدون لا رئيس جمهورية ولا وزارة ولا بتاع، وهذا الشعب، هذا السيد اللي هو شعبنا المصري الجميل، ظل طوال 18 يوم لم تسجل سرقة واحدة، لم تسجل حالة سرقة واحدة، لم تسجل حالة تحرش واحدة، لم تسجل أي شيء خلال ال 18 يوم. بالعكس، كان الشباب بيكنس الميادين وبيكنسوا الشوارع. كانت ملحمة من الشعب المصري عندما يكون فيكون، عندما يريد أن يكون فيكون. هذا هو الشعب المصري، هذا هو الشعب المصري العظيم. انظروا في القرى عندما تشكلت لجان شعبية وحموا البيوت والديور من البلطجية ومن شاكل ذلك. تلك الثورة التي أبت أن يستمر الاستبداد وأن يستمر انتهاك حق المواطن، فقامت على الاستبداد وعلى الفجر. ولذلك الشعب المصري طيب، ولكن عندما عم بطاطا يزك الزكة يفتح سينا ويعبر عكا. هو ده عم بطاطا، هو ده الشعب المصري، هو ده المصري، ده المصري الأصيل. ان هو ساعة الجد يحد الحد. حدش يقول لي دي ما كانتش ثورة، دي مش عارف ايه. النهارده سيادة الرئيس بيحتفل في أكاديمية شرطة